بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين على اعظم جمهور، على اوفى جمهور، على جماهير الصفوه، على جماهير الملكي، على كل العالم العربي والاسلامي وكل اخواتنا المسيحيين. عيد اضحى مبارك علينا جميعا. يا رب كل ايامنا تبقى اعياد وكلها تبقى سعيده. مبروك على الجماهير العظيمه. فوز ولا اروع، يعني استمرار لسلسله انتصارات الزمالك، ظهور للزمالك بشكل ممتاز. حاجات حلوه كتير قوي هنتكلم فيها عن مباراه النهارده، وهجيب لكم اخر اخبار الخاصه بالفريق والتدعيمات. في الاول عايز اقول لحضراتكم قناه الزملكاويه معموله لدعم كيان نادي الزمالك، مش لدعم اشخاص. احنا ولا مع اشخاص ولا ضد اشخاص، لكن احنا هنا القناة دي مش معمولة عشان تهاجم. القناة دي معمولة للدعم، دعم فقط. انا ماليش مصالح مع حد، اعوذ بالله من كلمة. انا محامي عايش في اوروبا من سنين كتير، من اسرة زملكاوية من سنة 1960، واحنا اعضاء في نادي الزمالك، وخالي من افضل المدربين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك على مستوى الناشئين، اللي طلع اشرف قاسم وطلع احمد رمزي، كابتن بدر حداد الله يرحمه، وطلع شيكابالا ومعتمد جمال وحازم امام. يعني احنا تاريخ جوه نادي الزمالك، لكن احنا في الاول وفي الاخر مشجعين لنادي الزمالك. انا ماليش مصالح مع حد. يا ريت محدش يجي يقول لي انت مرتضاوي، انت مش عارف بتدافع عن الاداره. لا، انا بدافع عن الاستقرار. انا عايز ادارتي ما تتحلش، انا عايز يبقى في استقرار. انا مش عايز لجان معينه تطلع تشحت على نادي الزمالك. ده الغرض الرئيسي اللي انا نفسي فيه. عايز استقرار اداري وفني عشان الفرقه تقف على رجليها. انا شايف ان الفتره الجايه دي كلها لازم كلنا ندعم. اللي بيهاجم ده العدو، اللي انا اعرفه العدو بس اللي بيهاجم، اللي ليه مصالح شخصيه اللي بيهاجم. لكن هنا احنا ملناش مصالح مع حد. القناه دي معموله لدعم كيان نادي الزمالك. اتوحدوا يا زملكاويه ورا فريقكم. احنا الحمد لله ابطال الدوري لسنتين متواليتين. احنا في المربع الذهبي. احنا مش بننافس على الهبوط عشان الاعلام مصور لنا ان الزمالك فيه سواد. لا، احنا مش في سواد. طبيعي ان انا مش كل سنه هاخد الدوري، طبيعي ان انا مش هحصل كل سنه على بطولات، لكن الزمالك هيكسب وهيخسر وهناخد بطولات في ظل عدم الاستقرار الاداري والفني ورحيل لاعبين وحجز على الارصده وعزل رئيس الزمالك وكل القصص دي، وهجوم اعلامي رهيب. والزمالك بينافس، والزمالك في المربع الذهبي، والزمالك بيقدم حاليا مستوى كويس جدا، وان شاء الله هيبقى افضل وافضل. فعشان كده لازم ندعم وهنفضل ندعم. انا مش ههاجم حد. دي قناة معمولة للدعم، الدعم وتواصل جماهير نادي الزمالك وتجميعهم على دعم وحب نادي الزمالك، مش اكتر. ولذلك انا بطلق عليها اسرة الزملكاوية، اسرة بتحب وتدعم نادي الزمالك. فمعذرة انا هنا مش بهاجم، ممكن انتقد وفي حدود، لكن القناة معمولة للدعم وتوحيد الجماهير تحت مظلة أسرة زملكاوية بنحب وندعم نادينا. آسف لو في إطالة، بس كنت عايز أشرح عشان رسائل كتير بتيجي تهاجم وتقول إن أنت بتنتمي أو بتدعم. أنا ما بدعمش حد، أنا بدعم نادي الزمالك. أنا واقف مع نادي الزمالك. أنا عايش بره مصر، أنا عايش في أوروبا، مش ماليش مصالح مع حد. أوكي، عشان نبقى متفقين. هنبدأ بماتش النهارده، او تحبوا ابدا بمؤامره عامر حسين؟ نتكلم سريعا على مؤامره عامر حسين. الاستاذ عامر حسين يا جماعه، والحاج عامر حسين عامل مؤامره على الزمالك. المفروض احنا الدوري بتاعنا اخر يعني كل دوريات العالم خلصت الا الدوري المصري. تخيلوا ان الاستاذ عامر حسين بيحط مطوشه الكاس في الوقت الصعب ده اللي المفروض ننهي الدوري عشان الفرق المتأهلة لبطولات أفريقيا تتعرف، ويبقى مين أول ومين تاني ومين تالت ومين رابع، عشان الدوري يخلص، عشان يبقى في فترة إعداد. كل الكلام ده مش مهم. المهم الأستاذ عامر حسين عايز يعرقل مسيرة نادي الزمالك، مش عايزين يفتحوا القيد لنادي الزمالك. فبيعملوا إيه؟ بيأخروا الدوري، يخلوه ينتهي متأخر، فبيحطوا مطوشه في الكاس. المطوشه دي ممكن تتلعب في وقت تاني. الاهلي لسه لاعب ماتش 32 في بطولة كاس مصر. الزمالك حاطط له الماتش الجاي المقاولين في دور الثمانية. يعني الزمالك هيلعب دور الثمانية، والاهلي لسه لاعب ماتش دور ال 32.
طب ايه لازمته؟ ما تخلينا اخلص الدوري عشان عندي البطوله العربيه. انتوا مش بتقولوا ان الاهلي بيلعب باسم مصر؟ طب ما الزمالك هيلعب باسم مصر. يعني انتوا ليه مش عايزين تساعدوا الزمالك، ولازم دايما تحطوه في جمله مفيده وتصدروا له مشاكل؟ فهو عايز ينهي الدوري متاخر عشان الزمالك ما يلحقش اي صفقات جديده قبل البطوله العربيه. ده الهجوم الدائم اللي بيحصل على نادي الزمالك، ودي المؤامرات اللي احنا بنطلع بنحاول نكشفها للجماهير. طيب هنبدا نتكلم على ماتش النهارده. ماتش النهارده بصراحه ربنا اوسيريو يا جماعه بيقدم مستوى ولا اروع، طور من اللعيبه. الزمالك بقى ليه شكل، الزمالك بقى ليه مضمون، الزمالك بقى بيلعب باي لاعب بيخش جوه الخطه بينصهر بيأدي. النهارده نبدا محمد عب مين يا ربي، محمد صبحي بصراحه جون رائع، وطبعا ان شاء الله يتجدد له الفتره الجايه او هيتمدد له لان هو لسه ليه سنه مع الزمالك. لكن جون ممتاز، وبيأدي بصراحه بيأدي بشكل ممتاز جدا، وبيقود الفرقه من ورا، وهو اللي بيبدأ يعني بيبدأ الهجمه من تحت، وده حاجه كويسه جدا جدا. في الدفاع عايز اقول لكم ان دفاع الزمالك برغم الكل اللي بيحصل ده، دفاع الزمالك كله غايب. انتوا متخيلين نادي الزمالك بيلعب بقاله ماتشين الدفاع الاساسي كله مش موجود، من اصابه طبعا نجم النجوم الونش، لغياب حسام عبد المجيد في المنتخب الاولمبي، لغياب محمد طارق في المنتخب الاولمبي، لغياب حاتم سكر في المنتخب الاولمبي. ودي اللعيبه اللي كانت اساسيه. يعني ما تقوليش محمد طارق ناشئ، ما تقوليش حاتم سكر ناشئ، لا، كان اوسيريو بدا يعتمد عليهم وبقوا اساسيين. طبعا معاهم حسام عبد المجيد اللي شال الرايه بعد الونش ما جات له الاصابه. كل دول غايبين، وبرغم كده الزمالك الحمد لله بيأدي وبيكسب، وبيطلع كمان النهارده بشباك نظيفه برغم غياب كل الاساسيين. طيب مع ان الونش ده لوحده يوقع اي فريق، لكن هنقول النهارده كان في الدفاع عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حمزه المسلوسي. لكن انتوا عارفين ان هو بيلعب بثلاثه ورا، عبد الغني والزناري والمسلوسي. عمر جابر بيضم في وسط الملعب، يعني ما بيلعبش باك يمين، لا ده بيضم في وسط الملعب. عبد الغني بصراحه ماشي كويس برغم انه كان فتره كبيره بعيد. الزناري بيلعب ناحيه اليمين وبيأدي بشكل ممتاز. عبد الغني بيلعب في ناحيه الشمال. حمزه المسلوسي بيلعب في القلب عشان هو اللي بيستلم وبيبدأ من تحت، عشان بيبدأ يعني عنده الملكه انه يستلم الكوره ويبدأ يوزع الكوره بشكل سليم. انا شايف ان فعلا الزناري مستواه بيتطور النهارده كمان احسن من الماتش اللي فات. كل ما بياخد الزناري تقدر تقولوا اوسيريو قدر يطور مستوى الزناري. عبد الغني ماشي بشكل كويس، حمزه المسلوسي ممتاز جدا. اللعيبه بدات تفهم الخطه. وسط الملعب كان احمد فتوح وعمر جابر ودونجا وعمرو السيسي. دول الثلاثه، واحد بيطلع من اليمين اللي هو عمر جابر، وواحد بيطلع من الشمال اللي هو فتوح، وبيضموا على وسط الملعب بيعاونوا نبيل عماد دونجا اللي هو في القلب. طبعا فتوح تقييمه نجم النجوم، وهو خد فعلا، فتوح واخد احسن لاعب في المباراه. نجم بجد يا جماعه، لعيب اكتشفناه. يعني انا شايف كمان ان فتوح لو لعب مركز 8 هيبقى احسن من فرجاني ساسي 100 مره. فتوح عنده رؤيه ومهاره، يعني مبدع، لعيب مبدع ويقدر يوصلك. وهو اللي عمل الجون الثاني لشيكابالا بباصه سحريه خلى شيكابالا رايح هو الجون. عن سرعه رد فعل، مهاره، ذكاء في الملعب، بيلعب بروح. بنطالب من دلوقتي لازم التجديد لفتوح. انا مش عايز اضغط على الاداره، انا عارف ان الاداره كده كده فتوح هو رقم 1 في تمديد التعاقد، وهو ومحمد صبحي، ووراهم هيبقى محمد عواد. لكن فتوح يا جماعه ولا اروع بصراحه. عمرو السيسي ظهر النهارده بمظهر كويس. عمرو السيسي يا جماعه كان بيلعب قبل كده بيلعبوه رقم 8. رقم 8 ده المفروض بيبقى لعيب مهاري بيعرف يوزع الكوره زي فرجاني ساسي كده. دي مش ملكات عمرو السيسي. عمرو السيسي لاعب رقم 6 صرف زي طارق حامد، زي نبيل عماد دونجا. ادينا له لما لعب في بدايه الموسم لعبوه وظفوه رقم 8، فظهر بمظهر سيء جدا. عمرو السيسي النهارده بيظهر بمظهر كويس وادى بشكل كويس عشان برضو ما نظلموش. عمر جابر هو اللي بصراحه لعيب فقد الثقه في نفسه. يعني النهارده عمر جابر مرتين بينفرد بالمرمى او 3 مرات
الثلاث مرات بيتصرف تصرفات غريبه، بيعمل حاجات غريبه، الزار بيتخض لما يشوف الجون. ده النقد بقى اللي انا بتكلم عليه، لكن مش هجوم. طبعا عمر جابر لعيب كان في الاول اول لما ظهر في الزمالك وراح احترف كان مستوى رائع جدا. هو من ساعه ما احترف ومستواه في هبوط. فبصراحه يعني كفايه عمر جابر، يعني ربنا يوفقه في مكان تاني. احمد بالحاج لعيب على فترات بيظهر ويختفي، يظهر ويختفي. يعني في الماتش تحس ان هو موجود شويه وبيظهر بشكل كويس وبعد كده بيختفي، ما تحسش ان هو ليه دور ولا وجود في الملعب. هو عامه ده خلاص، يعني هو الزمالك بعت لنادي اسوان بانتهاء اعاره احمد بالحاج اخر الموسم وعدم تفعيل بند الشراء. زيزو يا جماعه لعيب من تراث فريد، لعيب عالمي. زيزو النهارده بيوصل للهدف 46 في الدوري المصري في 3 مواسم. يعني ده الموسم الرابع لزيزو تقريبا او الثالث، 46 هدف في الدوري بس، غير في افريقيا غير في الكاس. مع انه هو طرف يعني جناح، هو مش مهاجم، لكن عامل ارقام قياسيه. زيزو بصراحه حاطط جول النهارده رائع رائع رائع، وعامل مستوى كويس برغم ان هو لعب شوط واحد، مدرب ريحه وخرجه. بعد كده في الهجوم سيف الدين الجزيري وعلي ياسر. سيف الدين الجزيري لعيب يا جماعه متحرك، لعيب خطر. طبعا احنا عايزين مهاجم اجنبي اقوى كمان من سيف الجزيري، لكن سيف الجزيري لعيب كويس. النهارده حظه وحش، حط كوره على الطاير جت في العارضه، لو كانت جت كان هيبقى جون شكله حلو جدا. علي ياسر المهاجم الناشئ 2003 تقريبا، هو عايز وقت. يعني احنا ما نقدرش نحكم على لاعب في الظروف الحاليه دي، لعيب ناشئ كمان، يعني هو محتاج وقت. لكن هو عمل كوره بكعبه حلوه، دخل الجون واتلغى الهدف، لكن باين ان هو عنده لمسه. بس طبعا المهاجم ده يعني ما بيتصنعش بسهوله، فهو محتاج انه ياخد كتير. وطبعا في ظروف نادي الزمالك بنلعب على البطولات، فصعب انه ياخد. انا شايف ان احنا علي ياسر وكل اللعيبه المميزه في الناشئين يا ريت نخرجهم اعارات ويتقالوا وياخدوا الخبرات ويرجعوا نادي الزمالك. ده بالنسبه لتقييمات اللاعبين النهارده. وسيريو يا جماعه، اي حد بقى بيخش، يعني بصوا كل اللعيبه دي في منهم النهارده عمر جابر ده داخل جديد على التشكيله، عمرو السيسي، احمد بالحاج، علي ياسر، بيدخل اي حد واللعيبه بتبدا تنصهر. الزمالك قدم اول شوط ولا اروع، 75% استحواذ لنادي الزمالك، لعيبه بتنقل الكوره بمنتهى السهوله وبمنتهى اليسر. الزمالك بيوصل كتير. الزمالك النهارده مضيع اكتر من 4-5 تجوان، في جونين او 3 تقريبا النهارده اتلغوا. يعني بصراحه دفاعيا في اخطاء، بس على فكره مش العيب في خطه اوسيريو، لا ده بيبقى لعيب مش متمركز صح، مفيش تغطيه عكسيه صح، لعيب جاله سهو او تاه وهو يعني لمده دقيقه او لحظات في الملعب فبيغلط. لكن مش العيب في الخطه دي خطه عالميه وبيلعب بيها مانشستر سيتي وبيلعب بيها نوادي في المانيا وفي انجلترا وفي اسبانيا زي اشبيليه، نوادي كتير. فالراجل الخطه دي ممتازه يا جماعه، بتطور شكل نادي الزمالك زي ما انتم شفتوا النهارده كده، ان انت بتفضل مستحوذ على الكوره، ان انت بتبقى في هجومك قوي. الزمالك بيروح دلوقتي بتلاقي 3 4 لعيبه راحوا على 2 3 مدافعين. في الحاله الهجوميه بنبقى خطر جدا، وفي الدفاع النهارده خارجين بشباك نظيفه الحمد لله رب العالمين. فالمدرب ده مدرب رائع، مع التدعيمات مع اللعيبه العايده من الاعراض هيبقى شكل الزمالك في حته تانية خالص. نزل في الشوط الثاني نبيل عماد دونجا، نزل شيكابالا فعلا اندبلة الوردة ريحتها فيها، بيكبر برضو. الخطير خطير والحريف حريف، هو أسطورة وهيفضل أسطورة. صنع أهداف النهاردة وسجل هدف وعمل خطورة كبيرة جدا. شيكابالا طبعا منتهى الروعة. نبيل عماد دونجا نزل ما كملش، شوطة حلوة جدا قبل ما يخرج. لو كان جات هدف كان هيبقى هدف عالمي من بره ال 18. جات له إصابة، نزل فرج شلبي. فرج ممتاز، يا سوري مصطفى شلبي لاعب ممتاز، من ماتش لماتش بيبقى افضل. بصراحه صفقه ممتازه لنادي الزمالك واضافه. خرجوا ال3 للاسف للاصابه، اصاباتهم ما تقلقش. عمرو السيسي خرج بسبب شد في الخلفيه،
نبيل عماد دونجا حاسس بتقل في الخلفيه، في فرق بين تقل في الخلفيه وده شد في الخلفيه. دي تصريحات دكتور محمد اسامه. ومصطفى شلبي خرج بسبب كدمه في وش الرجل. طيب بنشوف ان اللي بيخرج نزل محمد حسام بيسو بدل عمرو السيسي، لا سوري، بدل عمرو السيسي. ادى، هو لسه ناشئ، لسه طبعا محتاج وقت، بس باين ان هو خامه كويسه، وفي الناشئين بيشكروا فيه جدا. النهارده الزمالك ماتش كويس قوي قوي قوي، الف مبروك لنادي الزمالك. عايز اقول لكم امام عاشور يا جماعه دايما بيرد كل ما يجيبوا سيره صفقات، ان الاهلي خلاص بيخلص في امام عاشور، ان بيراميدز بيخلص في امام عاشور، امام عاشور يقترب من النادي الاهلي. امام عاشور النهارده منزل على الانستجرام وقاعد هو واولاد اخوه تقريبا بيتفرجوا على ماتش الزمالك، وبيتابع ماتش الزمالك وعامل قلب ابيض ومتصور وهو بيتابع الماتش، ونزلها على الانستجرام عشان يشارك جمهور الزمالك ويقول لهم ده ردي. هو ما بيخرجش، هو دايما بيرد بصور على حبه لنادي الزمالك، واللعيب على طول متواجد في نادي الزمالك. وما اعتقدش ابدا ان امام عاشور هيروح بيراميدز او الاهلي، لان هو لعيب زملكاوي وزملكاوي صرف. الاهلي بس عنده مشكله ان هو المبادئ دي وهميه، الكلام ده كله الشعارات دي وهميه. لعيب شتمك، شتم ادارتك، شتم رموزك، شتم ناديك، وقال عليكم ان انتم مش رجاله، ويعني قال كلام يعاقب عليه القانون اساسا، وفعلا اتوقف، ويعني بالفاظ كمان بيشتمكم، وبرغم كده بتجروا وراه عشان تجيبوه، وكل يوم بينزل صور ان هو زملكاوي. يعني يا ريت يبقى فيه يعني خجل، ان انت تخجل ان انت تجري ورا لاعب يعني بيشتمك بيهينك. يعني فين المبادئ اللي انت كنت بتتكلم عليها؟ يعني يا ريت يبقى فيه شويه احساس كده، ويبقى فيه يعني نخوه كده من جوه البني ادم. موضوع سيف جعفر يا جماعه، هو ويوسف اسامه انسوهم، دي لعيبه جريت ورا الماده، والزمالك اتاخر في التجديد مفيش مشكله، بس دي حكمه ربنا ان الزمالك اتاخر في التجديد عشان يظهر معدن اللعيبه دي. اللعيبه اللي الزمالك اداها الفرصه ولمعها وخلاها تظهر بشكل كويس. عموما الاثنين سيان يوسف او سيف، المدرب بتاع الزمالك من الاساس ما كانش بيعتمد عليهم، ولا حتى فييرا في اول الموسم كان بيعتمد عليهم، واعتمد عليهم الموسم اللي فات نتيجه النقص العددي في الزمالك. هم لعيبه كويسه مش وحشه، لكن مش نجوم ولا هيبقوا نجوم، بالذات ان هم اختاروا بيراميدز. دول هيروحوا بيراميدز على الدكه، دول هيبقوا في مراكزهم الثاني او الثالث في مركزه، عمره ما هيبقى اساسي. وبيراميدز بيجيب صفقات جامده وعنده لعيبه اقوياء، فمش هيلعبوا عليهم. يعني سيف ويوسف دول رايحين عشان يبقوا دكه، هيقعدوا على الدكه مباشره، وانا هو وانتوا هو هم الخسرانين، واللي يخرج من الزمالك دايما هو الخسران. طيب احمد فتوح رجل المباراه النهارده بيأدي ولا اروع، مستوى فوق الرائع، كل الدعم والحب لفتوح، وان شاء الله باذن الله باذن الله فتوح مستمر مع نادي الزمالك. عايز اطمنكم كل الاخبار اللي جايه من نادي الزمالك ان الزمالك ان شاء الله هيخلص مع 5 أو 6 صفقات وهيكونوا اقوياء جدا. الزمالك محتاج بديل لمصطفى شلبي، مفيش بديل لمصطفى شلبي. سيد نيمار على الجهه الشمال ما بيأديش وما بينتجش. سيد نيمار عايزين نشوفه في الجهه اليمين، وعايزين نشوف ثنائيته مع احمد سيد زيزو، بيعملوا ثنائيه قويه جدا وجبهه قويه جدا جدا. عايزين نشوف تاني سيد نيمار. يا ريت الزمالك فعلا لو نقدر نرجع امام عاشور، هتبقى هي دي صفقه الموسم لنادي الزمالك، ان امام عاشور يرجع. امام عاشور هو احسن هاف متواجد في مصر. تخيل وسط ملعب الزمالك لما يبقى امام عاشور ومعاه احمد فتوح كمان، يعني هيبقى القوه الهجوميه والدفاعيه في وسط الملعب قويه جدا جدا جدا. مع ان احنا طبعا محتاجين اجنبي قوي معاهم زي يحيى جبران، او لاعب افريقي قوي يبقى متواجد كمدافع وسط ملعب. محتاجين 2، احنا محتاجين 2 رقم 6، ويا ريت ما نجيبش حد في الدوري المصري، لان الدوري المصري لعيبه وسط الملعب ضعاف جدا. حتى محمود حماده انا شايف ان هو لعيب مش قوي. مصطفى فتحي، نتمنى عودة مصطفى فتحي لنادي الزمالك، هيمثل إضافة وإضافة قوية جدا. برشح لنادي الزمالك زيكو لعيب حرس الحدود يبقى مع مصطفى شلبي في الجبهة الشمال. لعيب ممتاز، سريع قوي حريف،
يا ريت كلنا ندعم نادي الزمالك. مبروك يا اعظم جمهور، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم باذن الله. وعيد سعيد علينا وعيد مبارك علينا كلنا. تحياتي لحضراتكم، تنسوناش بدعمكم باللايك والشير واشتراكك في القناه. اسره الزملكاويه اسره لكل زملكاوي محترم بيدافع عن ناديه وبيدعم كيان نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.